بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض ترند شوكولاتة دبي. الشوكولاتة دي ب900 جنيه الواحدة. مش عارفة بتتباع ب900 جنيه ليه؟ الحشو خطير وطعمها مختلف عن اي شوكولاتة. طعمها حلو قوي وحجم الشوكولاتاية حلو، يعني كبير وحلو قوي. بس عملناها في البيت. طبعا مفيش حاجة جديدة احنا ما بنعملهاش، فنجرب والحلو نكمل فيه. بصراحة طلعت خطيرة، احلى من الجاهزة كمان. طلعت طعمها حلو قوي، وبصوا شكلها زي الجاهزة بالظبط. وطبعا نقدر نشكل صغيرة وكبيرة والحشو برضو هقولك على بدايل في الفيديو. حلو قوي، هتطلعي احلى من الشوكولاتة الجاهزة. اول حاجة عايزينها مع بعض قالب شوكولاته، اي شوكولاته انتي مستخدماها، بس يكون شوكولاته بلبن عشان تكون طعمها حلو، ما تكونش شوكولاته خام. انا كسرتها حطيتها في الميكرويف، وهقول لك سر نجاح الشوكولاته تدوبيها بالظبط 20 ثانيه واقلب، و20 ثانيه واقلب، خلاص صحت الشوكولاته كده تمام. انا هاخدها بقى الشوكولاته، احطها في كيس حلواني واجيب القالب ده، وممكن لو ما عندكيش القالب ده علبه وبتتقلب بمنتهى السهوله، وكمان بتكون شكلها احلى لان القالب ده رفيع قوي، فالعلبه بتكون حلوه قوي. حطيت الشوكولاته في قلب كيس الحلواني، وطبعا حط يعني مسكتها كده، ضغطت عليها علشان خاطر الشوكولاته تتفرد معايا، وبتبقى سهله انها تتفرد. التانية دي حبيت ازوقها بشوكولاته بيضه، عندك الوان الشوكولاته كلها تقدري تعملي اللي انت عايزاه، وممكن جليتر كمان براحتك خالص. نشفت الشوكولاته البيضه، حطيت عليها الشوكولاته البني، وبرضو وزعتها ويعني هبتها مرتين كده بحيث ان هي تتفرد كويس قوي. دخلتها التلاجة على بال بقى ما نجهز الحشو بتاعي. كنافه، واكون مقطعه الكنافه حتت صغيره او ضربها في الكبه براحتك خالص. انا طبعا عملت الكنافه زي ما هي، بس الاسهل لك تضربيها في الكبه، ومعلقه زبده وفي طاسه على النار، وبفضل بقى اقلب. تمام كده. تقدري تعملي الشوكولاته دي في قوالب صغيره، وما عندكيش قوالب كبيره، في قوالب صغيره او في قوالب بتاعه الكب كيك الصغيره خالص، في اي حاجه يعني، في علبه بلاستيك وهتتقلب معاكي عادي خالص. تمام. اقعد اقلب الكنافه لحد ما تحمر خالص، لان دي سر قرمشه الشوكولاته جديده، والحشو بتاعها مختلف، فطعمها روعه بجد، طعمها خطير. اول حاجه خلاص كده الكنافه جهزت معايا، بصي بقى لونها حلو ازاي. خلاص انا عايزه اللون الذهبي ده، وهي سخنه اجيب بقى اللي هي كريمه البوستاشيو او الفستق. لو ما عندكيش هقولك برضو بدايل، بس احنا حبينا نعمل الترند زي ما هو بيتباع، يعني طبعا الكريمه دي غاليه، بس مش لدرجه ان الشوكولاته ب900 جنيه. خلاص حطيتها قلبتها على الكنافه. طبعا كانت الشوكولاته جمدت في التلاجة. حطيتها بس مش في الجوانب، يعني سبت الجوانب فاضيه كده لان القالب ده رفيع. وحطيت كمان فستق علشان اديها قرمشه، نوع من القرمشه زياده. تقدري بقى تستخدمي بدل كريمه الفستق نوتيلا مع الكنافه، او لوتس تسيحيهم وتحطيهم. طبعا سيبك الزوايد دي كلها، هتطلع معايا في الاخر لما تنشف. هقطعها بسكينه وهتطلع عادي جدا، عاديه جدا. هعمل دي زيها بالظبط. وتقدري زي ما قلتلك تستبدليها بقى بحاجات تانية. ممكن اللوتس، زبدة اللوتس، او زبدة الفول السوداني وتحطي برضو سوداني. او المهم الكنافة اساسي عندنا في الوصفة. احنا زمان كنا بنعمل شوكولاتة كده بالشعرية الباكستانية زيها كده، بس دي جديدة بالكنافة. بصوا الزوايد دي بقى هشيلها وانضفها واوريها لك. ودي اللي في قلبيها ابيض، بص طلعت بالظبط يعني يا جماعه قالب شوكولاته روعه اهو. بصوا طلعت خطيره بجد. ومن جوه بقى انتوا مش متخيلين الحشوه رائعه رائعه، يعني الكنافه قرمشه خطيره بجد، فظيعه. وما تفرقيهاش عن الجاهزه خالص، وسهله وبسيطه. بس طبعا تقدري تستخدمي بدل يعني زبده البيستاشيو او لوتس، او تستخدمي اللي انت عايزاه، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.